تعاني فيها، لا يوجد قوانين واضحه على كامل ما اوروبا. في استمراريه حتى في تطبيق قانون. لكن في الاخير انا على بالنسبه عكس لي الدوري دوري المصري، في الدوري المصري القانون ثابت وكل شيء واضح. كيف؟ انت بتيجي جنب الدوري المصري المنتج الاصلي بتاعنا. طيب بس طلع لعيبه بالنسبة لك طلع لعيبه على اعلى مستوى يا كابتن صح، محمد. بس بالنسبه لك الموسم هذا للنسيان. اه صح، هو لا يزال في فرصه، في فرصه صح. في فرصه بس احنا بدينا نتذكر متى اخر موسم انهى الاهلي بدون بطوله؟ اعتقد قبل ما محمد ينضم للاهلي. لا نادر ينتهي موسم بدون ما يفوز الاهلي ببطوله، صح؟ صح ايوه صح، عشان كده موسم غريب. وقلت لك احنا ميزه الاهلي يا محمد انه ما بيخلي مصيره في ايديه، هو ليس في يديه، ما ينتظر نتائج الاخرين. فدي برضو والعقليه. انت تفرح بماتشات ماشي، بتكسب بخصم كبير زي نادي الزمالك تفرح، انما تفرح الفرح الاكبر بتاعك بالبطولات. بس الحلو كابتن رجوع قيمه الديربي، خاصه من ناحيه حضور جماهيري. أيوة احنا افتقدنا الصراحه سنوات طويله الديربي، الكره المصريه كان بدون جمهور، كان ممل. الجمهور هو اصل كره القدم في مصر. احنا لما كنا بنخش محمد ماتشات الديربيات الملعب بيبقى مقسوم 50,000 كده و50,000 كده، 50,000 بيشتمك و50,000 يشجعك. الحاجات جمهور الزمالك كان يشتمك؟ اول ما انزل بس كان عم حارس الله يديله الصحه ينزل بالكور، شنطه الكور وياخدها في النص الملعب بتاعنا، وبعد كده تنزل التسخين. احنا عاده لما بتنزل التسخين بتاخد اللفه بتاعت الملعب كله. ناحيه جمهورك وتلف الملعب كامل. الملعب كله. طيب. فالنص الابيض واحد ايوه صفاره يا سالم. والنص الثاني بقى النص الاحمر تلف يشجعك كل الاغاني. فالحاجات حلوه ويا رب ترجع ان شاء الله، لان زي ما قلت اصل الكره في كره القدم. يعني ايام الديربي اخر ايامك اخر سنوات صرت متعود على الشتيمه يعني. عادي. هو لاحظ يا محمد في شيء مهم في الديربيات، انه اللاعب اكثر موهبه دائما يتعرض لاكثر شتيمه. صحيح. يعني هو اللاعب اكثر تاثير، واللاعب الذي ياتي بالمباريات. فمحمد من اللاعبين اللي كان له تاثير كبير. لا هو هداف تاريخ الديربي صح؟ اكيد هداف تاريخ الديربي. فشيء عادي يعني. لا من الصعب انك انت اليوم تذهب لاسوء لاعب وتنتقدها وتشتم. يعني قصدك اخر ايام الديربي صار متعود. وبعدين يا كابتن محمد وانت داخل مستني الدخلات بتاع الاثنين الجمهورين. الدخلات التفوهات اللي ايوه انت عينيك بتبص ايه الرساله اللي واصله، ايه الرساله اللي هيديها الاثنين الناديين او المشجعين. فاتمنى ان الامور تستمر، وزي ما قلت ان الماتشات الكبيره دايما الجمهور بيبقى حاضر، فاتمنى ان شاء الله يبقى المنتخب نفس الروح الموجوده ونفس التشجيع الموجود، والماتشات الكبيره زي اللي احنا منتظرينها النهارده. ماتش كبير كابتن من ناحيه فنيه.